السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى ناس في الدنيا كلها، أخوكم وجدي، واحد من الناس، وأنا منكم وأنتم مني، واللي يهمكم يهمني. والنهارده هنتكلم عن أهم مشكلة وهي جنون الأسعار، ويا ترى إيه السبب؟ ويا ترى مين المسؤول؟ وليه الأجهزة الرقابية مغمضة عينيها لا حس ولا خبر؟ وزير التموين إيه حكايته وإيه دوره؟ وليه غايب؟ والأهم من كل ده كلام النائب المحترم محمد شعبان، الأسد المصري، الشاب المصري الأصيل، وهجومه على وزير التموين، وهل كلامه عنده حق فيه ولا وزير التموين مظلوم؟ ده اللي هنعرفه النهارده ان شاء الله. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق فانت خير. المشكله بدات من بدايه حرب اوكرانيا اللي هي داخله في قرب السنه اهي، والاسعار في العالم كله بقت ترتفع بشكل جنوني. بس هل ارتفاع الاسعار ده ليه سقف ولا كل واحد بيغلي السلع بمزاجه؟ في الحقيقه يا صديقي ان في مصر هنا للاسف كل واحد بيغلي السلعه على حسب ما هو شايف. تطلع اشاعه بارتفاع الدولار، كل اللي عنده بضايع راح مخزنها عشان يستغل الموضوع. الاسعار بترتفع بدون وجه حق، بيستغلوها تجار التربح برضه بدون اي وجه حق. زي ما في تاجر جشع في تاجر امين، بس التاجر الجشع لو مفيش دور رقابي عليه هيفضل يتجاشع على حساب صحه المواطن، وهيتجاشع على حساب حياه الناس. طب يا ترى مين صاحب المصلحه في كده؟ يعني مين صاحب المصلحه في تجويع الشعب بحاله؟ صاحب المصلحه يا صديقي هم اشخاص معدودين على حساب مصلحه ناس كتيره اللي هم الشعب المصري. سمعنا عن السبعه الكبار، سمعنا عن مافيا الدولار، سمعنا عن مافيا السلع الغذائيه. بس هل يا ترى في رقيب، في حاكم، في ضابط، في رابط؟ ومسؤوليه مين؟ بصراحه يا صديقي هي مسؤوليه مشتركه. احنا لما بنشوف حد بيغلي بطريقه غير مباشره بنكسل نعمل اي بلاغ، بنسيبه يتجاشع ونسيبه يعمل اللي هو عايزه، وده في الاخر بيجي على دماغنا احنا كمواطنين بسطاء. طب هنا يا صديقي الامر وصل لحد الزيت، السكر، الشاي، حتى يا صديقي رغيف العيش. رغيف العيش المدعم دلوقتي بقى سلعه نادره في السوق، ما بقاش لاقيينه، ما فيش قدامنا غير العيش السياحي. طب هنا يحضرنا سؤال، هل دلوقتي الدوله ما بتعملش عيش مدعم؟ يا صديقي لا، الدوله بتعمل عيش مدعم بالفعل وبينزل السوق. بس يا ترى بينزل فين؟ هل بينزل ليا وليك ولغيرنا؟ لا، بينزل لناس قليلين اللي هم اصحاب المطاعم. ودي حاجه احنا يمكن شايفينها او ملاحظينها، واللي مش واخد باله من الكلام ده يركز معايا شويه في العيش اللي هو بيشتريه العادي من غير البطاقه، اللي هو العيش السياحي، يبص وزنه ويبص حجمه ويرجع يبص للعيش اللي هو بيشتريه من مطعم الفول والطعميه او اي مطعم تاني، يبص للعيش ده. اكتشف يا صديقي ان العيش المدعم المفروض يروح للمواطنين، بدل احنا نروح نجيبه على البطاقه بيروح للمطاعم، والمطاعم تبيعه لنا باسعار مضاعفه لانه بقى ليه قيمه مضافه، لان هو بيدولك مع سلعه ثانيه. طب هل يا صديقي مش ده بيتفرع على بطايق التموين؟ اه طبعا بيتفرع على بطايق التموين، بس اسمح لي افاجئك واقول لك ان بطايق التموين بيحصل لها دلوقتي حذف عشوائي، واللي المفروض يروح للشعب بصوره مدعمه لفران بتطلعه مباشره للمطاعم، والمطاعم ترجع تبيعه لنا تاني. اما احنا لما نعوز نجيب عيش ما بنلاقيش غير العيش الغير مدعوم، اللي هو العيش السياحي اللي هو اصلا ما يشبعش. 5 أو 10 أرغفة عيش صدقوني يا صديقي ما يشبعوش حد، تحس انه العيش معمول من ورقه البفره، اسمح لي في التشبيه بس هي دي الحقيقه. لا الحجم مناسب ولا الوزن مناسب ولا المواصفات مناسبه للشعب المصري. طب يا ترى فين المشكله وايه المشكله ومين سبب المشكله؟ سبب المشكله انا وانت، مش التاجر اللي جشع بس، لان انا وانت ممكن بكل سهوله نبلغ. طب هنا في مشكله ثانيه، هل احنا لما نبلغ في حد هيستجيب؟ هو صديقي بصراحه انا عايز اقول لك ان المفروض حد يستجيب، بس في ناس كتير بتطنش الموضوع ده. يعني في جهات رقابيه كتير لما تروح تعمل فيها بلاغ، بلاغك يتحط في الدرج بحجه ان مفيش موظفين كتير لتنفيذ القوانين دي. هل هي مسؤوليتنا احنا ولا احنا بنتعاقب بسببها؟ بصراحه صديقي اللي انا شايفه ان احنا بنتعاقب بسببها. لكن هنا بصراحه في رجال شرفاء في البلد، منهم النائب محمد شعبان اللي كان ليه كلام محترم جدا 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 وطلبات احاطه لوزير التموين. وخليني اقول لك يا صديقي النائب محمد شعبان كان بيطالب بايه؟ كان بيطالب بصراحه باقاله وزير التموين، وانا شايف كفرد من افراد الشعب المصري ان هو ليه حق بطلبه ده. طب يا ترى هل الكلام ده احنا بنتجنى عليه ولا احنا عندنا حق؟ بصراحه الفصل في الموضوع ده حضرتك كمواطن، حضرتك اللي شايف الازمه بوضوح، شايف ان كان وزير التموين قايم بدوره مظبوط ولا في تراخي في اتخاذ اجراءات معينه. هل مثلا حضرتك لما بتروح بتجيب ازازه الزيت بتلاقي مكتوب عليها سعر؟ هل حضرتك لما بتروح تجيب كيلو السكر بتلاقي مكتوب عليه سعر؟ هل حضرتك لما تروح تجيب كيلو الرز، كيلو المكرونه، بتلاقيه بنفس السعر اللي انت سمعت عنه في التلفزيون او قريته في جريده قوميه؟ متهيألي لا، الكلام ده تحس ان هو كلام على ورق لجبر الخواطر وخلاص، او لتضليل الراي العام. بس هنا ده الراي العام ازاي والراي العام كله في نفس المشكله؟ دلوقتي احنا طبقتين، طبقه غنيه
وطبقه كادحه. لا ادعي ان انا من الطبقه الغنيه ولا ادعي ان انا من الطبقه الكادحه، بس انا مواطن عادي زي حضرتك بالظبط. بجيب رغيف العيش اللي حضرتك بتجيبه، بجيب ازازه الزيت اللي حضرتك بتجيبها، بجيب كيلو المكرونه اللي انت بتجيبه، وبرضه بشرب شاي زيك، بشتري سكر زيك، كل حاجه زيك. انا بصراحه مش شايف اي تطابق بين اللي احنا بنسمعه في وسائل الاعلام وبين ارض الواقع. بيقول لك روح بلغ، بتروح تبلغ، ما حدش بيتخذ اي قرار. يمكن لو بلغت عن 10 20 الف قضيه ما تسمعش غير عن قضيه او اتنين اللي اتخذوا فيهم اجراء حاسم. فهنا يا صديقي المسؤوليه مشتركه بيننا وبين الحكومه، احنا واجب علينا نبلغ وهم واجب عليهم يشوفوا شغلهم ويقوموا بدورهم الرقابي. طب هل ما فيش موظفين كافيين لاداء الدور الرقابي؟ دي مش بتاعتنا احنا، الشعوب ما يهمهاش التفاصيل دي، التفاصيل دي بتاعت الحكومه اللي هي مسؤوله عن حمايتنا من استغلال التجار الجشعين. تخيل يا صديقي ان النائب محمد شعبان في وسط كلامه وهو بيقدم طلب الاحاطه وبيتكلم عن رغيف العيش مد ايده في جيب الجاكيت وطلع رغيف عيش، اقسم بايات الله اقل من كف ايده لو فرد كف ايده. رغيف عيش ما يشبعش طفل صغير. طب رغيف العيش ده هو صلب الغذاء المصري، يمكن اهم من المكرونه، يمكن اهم من الرز اللي ممكن نستغنى عن السلعتين دول، بس ما نقدرش نستغنى عن رغيف العيش. وبعدين ايه ذنب المواطن ان في تاجر جشع بيستغل رغيف العيش المدعوم بالتربح من وراه ان هو يبيعه لغير المستحق ليه؟ طب ما ممكن المطعم يشتري الرغيف السياحي على الاقل كده هو بيحمل ثمنه على السلعه، لكن يجي له هو الرغيف ابو شيلين ويبيع لنا احنا الرغيف ابو جنيه وربع او جنيه ونص، او ساعات بيوصل ل 2 جنيه في بعض الاماكن، ويا ريته بيشبع. يعني الواحد مننا العادي علشان ياكل نص اكله كده عايز له 5 رغيفه بس. طب هجيب باقي الاكل بايه؟ او اجيب باقي الوجبه بايه؟ وهل ال5 رغيفه دول هيشبعوه؟ ما اظنش يا استاذي. فهنا المسؤول لازم يتحاسب. انا مش بنقل وجهه نظري، انا بنقل وجهه نظر. ايه مصلحه الجهات الرقابيه انها ما تقومش بدورها؟ هل فعلا قله موظفين ولا في فساد في الموضوع؟ يعني مثلا احنا كنا بنسمع في العهد القديم، مش عايزين نذكر اسماء، ان كان في شهريات بتوصل للموظفين دول. هل الكلام ده لسه موجود ولا انتهى؟ ودلوقتي بدل ما ياخدوا رشاوي عشان يغمضوا عينيهم، لا هم ما بيشتغلوش اصلا. وايه ذنب المواطن العادي في كده؟ هل المواطن العادي هيستحمل غلاء الاسعار ده؟ ولو استحمل هيستحمل لحد امتى؟ قولوا لي في التعليقات، وانا منكم وانتم مني. وتحيا مصر، واسيبكم في رعايه الله اغلى ناس. السلام عليكم.